طول الوقت دماغك شغالة تفكير والأفكار بتعيد وبتتكرر في راسك أكتر من مليون مرة. بتتخيل سيناريوهات كتير، مواقف كتير، بتحلل الموقف بالتفصيل أكتر من مرة، ومهما عملت مش بتقدر إن انت تتحكم في الأفكار دي. تفكر طول الوقت في اللي حصل واللي هيحصل واللي ممكن يحصل. كل الحاجات اللي أنا قُلتها دلوقتي دي علامة من علامات التفكير الزايد أو الoverthinking. التفكير الزايد مش بيضيّع بس وقتنا وطاقتنا، لكن كمان هو بيأثّر على حياتنا بشكل كبير، وبيزوّد من التوتر والقلق وإحساسنا بالحزن. التفكير الزايد ممكن يكون عرض من أمراض نفسية تانية، زي الاكتئاب والقلق، وممكن كمان يكون سبب إن الشخص يعاني من القلق أو التوتر. طيب إيه هو الفرق ما بين التفكير العادي والتفكير الزايد؟ التفكير العادي بيكون ليه هدف، بيساعدنا إن إحنا نفهم نفسنا، نحل مشكلة معينة، نتعرف على الحاجات اللي حوالينا، نكتسب معلومات جديدة، إن إحنا ننظم أفكارنا ومشاعرنا بشكل مناسب لينا. لكن التفكير الزايد ملوش أي هدف، بيأثر على حياتنا، بيستنزف طاقة الشخص، وبيخليه منهك نفسيا. التفكير الزايد ممكن يكون على شكل تكرار الموقف في الدماغ أكتر من مرة وبسيناريوهات مختلفة. القلق المستمر من الحاجات اللي حصلت أو اللي ممكن تحصل، إن لوم النفس على أخطاء أو قرارات قديمة أخدتها ومستحيل تقدر تغيرها، صعوبات في النوم بسبب التفكير المستمر، وعدم القدرة على الاسترخاء. كمان تحليل كل كلمة أو تصرف بيتصورها الناس اللي حواليك، وكمان الأفكار الكارثية أو السلبية لحاجات بسيطة أو مواقف صغيرة حصلت أو ممكن تحصل. كمان الإحساس بالذنب المستمر على حاجات أنت ما عملتهاش أو ما لكش حكم، أو ما تقدرش إن أنت تتحكم فيها. إيه هي أسباب التفكير الزايد؟ أول حاجة عدم الثقة بالنفس، يعني إن أنت شايف نفسك طول الوقت بتغلط، وإن أنت ما بتعملش حاجة صح، وإن أنت ما تستحقش النجاح. تاني حاجة المقارنات المستمرة، يعني لما طول الوقت تفضل تقارن ما بين نفسك وما بين اللي حواليك. كمان الخوف من الفشل، وخصوصًا مع الناس اللي عندهم إحساس دايم بالكمال وحابين إن كل حاجة تمشي مضبوطة 100%. ممكن كمان يكون السبب إن في عندك فوضى كبيرة في راسك، إن في عندك أفكار كتير أو في حاجات كتير لازم تعملها، وما عندكش خطة معينة أو مش عارف تنظمها كويس. كمان ممكن يكون السبب مرض من الأمراض النفسية، لإن التفكير الزايد بيكون مرتبط كمان بالاكتئاب أو القلق أو أمراض نفسية تانية. طيب إزاي أقدر أتعامل مع التفكير الزايد؟ اسأل نفسك ليه بافكر في الموضوع ده؟ هل الموضوع ده يستاهل كل التفكير ده؟ هل في حل للموضوع ده؟ في مثلًا أشخاص معيّنة بيسببوا لي قلق وتوتر وباحلل المواقف معاهم أكتر، أو بافكر في تصرفاتي معاهم أكتر، مش باكون على راحتي. ممكن كمان تجرّب تستخدم الكتابة العلاجية. إزاي إن أنت تستخدمها؟ إن أنت تكتب كل أفكارك على ورقة فاضية، وابتدي إن أنت تصنّفها. الأفكار دي مرتبطة بالشغل، مرتبطة بحياتي الخاصة، وإن أنت تشوف إيه هي الحاجات المهمة بالنسبة لك في الوقت الحالي واللي أنت لازم تخلّصها، وإيه هي الحاجات اللي ممكن تستنى، وإن أنت تبتدي تعمل خطة ليومك. يعني مثلًا في اليوم ده أنا هاروح الشغل، وبعد كده هاروح أمارس رياضة معيّنة، هاعمل هواية باحبها. مجرد إن يبقى في تنظيم لحياتك، هتحس إن أفكارك كمان اتنظمت أكتر، وهتحس إن كل حاجة بقت أسهل من قبل كده. واجه الأفكار دي، يعني ما تتجاهلش الأفكار دي، فكّر فيها كويس، شوف الأفكار دي علامة على إيه. ممكن تكون الأفكار دي علامة على عدم الثقة بالنفس، ممكن تكون الأفكار دي دليل على إن أنت مش بتحس بالثقة بأشخاص معيّنة. لمّا أنت هتتجاهل الأفكار دي وهتكتمها جواك، هيبقى جواك أفكار كتير، ومع الوقت هيبقى في فوضى، وهتدخل في دايرة التفكير الزايد. ممكن كمان تجرّب إن أنت تشغِل تفكيرك عن الأفكار السلبية عن طريق ممارسة هوايات
زي الرسم، ممكن تلوين، ممكن كمان الزراعة، ممكن الرياضة، ممكن تجرّب تمارين التأمُّل، ممكن تجرّب تمارين التنفُّس، في أفكار كتير ممكن تساعدك إن أنت تشغِل تفكيرك في اللحظة دي، وإن أنت كمان تستفيد وإن أنت تحس بحاجة حلوة وجميلة وتحس إن أنت حقّقت حاجة في يومك. فكّر في أسوأ سيناريو ممكن يحصل، أوقات كتير بيحصل موقف معيّن وبنفضل نفكّر في الموقف ده وبنضخّمه، وهو الموقف ده أصلًا لسه ما حصلش وممكن أصلًا ما يحصلش، وممكن كمان تبقى مشكلة بسيطة ولكن بنضخّمها أكتر بسبب خوفنا، بسبب عدم ثقتنا في أشخاص معيّنين، عشان كده أول ما تفكّر في موقف معيّن ويبقى في أفكار كارثية في الموضوع ده أو إن أنت تحس إن أنت مش مرتاح أوي في الموقف ده، اسأل نَفْسك إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل، وأنا إزاي أقدر أتصرّف في الموقف ده أو إزاي أقدر أتعامل مع الموقف ده. ركّز انتباهك على الوقت الحالي وعلى اللحظات الحلوة اللي أنت بتعيشها، جرّب إن أنت تستمتع بيها وإن أنت تبعد انتباهك عن الأفكار السلبية وتركّز على الأفكار أو اللحظات الحلوة اللي أنت بتعيشها دلوقتي. ممكن كمان تجرّب تتكلّم مع حد قريّب منّك وتاخُد رأيه في الموقف أو الأفكار اللي أنت بتفكّر فيها، وممكن كمان تلجأ للشخص ده كنوع من أنواع الفضفضة. لو حسيت إن المشكلة مستمرة معاك لفترة طويلة ومش بتقِل بالعكس بتزيد، وحسيت إن هي بتأثّر على حياتك بشكل سلبي وإن كل اللي حواليك لاحظوا إن تصرُّفاتك أو حالتك النفسية اتغيّرت، ما تتردّدش ودوّر على أقرب معالجة نفسية متخصصة ومناسبة طبعًا ليك. التفكير عمومًا مش مشكلة، بالعكس هو بيساعدنا إن إحنا نقيّم ونفهم ونحلّل الأمور. المشكلة لمّا ندخل في دايرة التفكير الزايد وما نقدرش إن إحنا نخرج منها وتأثّر سلبيًا على حياتنا وتستنزف كل طاقتنا. في أوقات كتير بنفكّر فيها أكتر وخصوصًا لو في مشكلة أو لو مثلًا بنذاكر أو بنحضّر لحاجة مهمة أو علشان نحلّل موقف معيّن ودي حاجة طبيعية، المشكلة لمّا ندخل دايرة التفكير الزايد وما نقدرش نخرج منها. وبكده نكون وصلنا لنهاية موضوعنا النهارده، كانت معاكم نُهى موافي، باتمنى لكم يوم سعيد، مع السلامة.